يجب يكون لدينا مسؤولية تجاه الشهداء وتجاه أبنائنا وتجاه مستقبل الجزائر. لا يمكن أن ننجح إلا إذا بقينا موحدين، كلمة واحدة. لا يمكن لإجراءات أي كان الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد. أنا أقول بل أعنا على تغيير النظام، على رحيل النظام وبيئتنا الفساد. نحن مع محاربة الفساد، ولكن ما تقدروش تستعملونا فكرة محاربة الفساد بطريقة انتقائية أو انتقامية. وتحاولوا جيش الشعب بأننا نحارب الفساد. احنا أولوياتنا هي ذهاب النظام، محارب الفساد. نعم، أن نتخذ إجراءات تحفظية لكي لا تهرب الأموال. نعم، أن نتحفظ على بعض الأشخاص. نعم، خوفا من هروب ثروة الشعب هذا، ولكن لمحاسبة الكل ودون أي عمل انتقادي. يجب أن تكون هناك عدالة حقيقية. ما زالت نفس التشريعات وما زالت نفس القضاة. على هذه نقول بأن نحتاج إلى عدالة قوية. العدالة القوية اللي تكون مستقلة وتحارب الفساد يكذب عليك، إلا في ظل نظام ديمقراطي. والنظام الديمقراطي هي استقلال الفعلي للسلطة القضائية. على هذه نحتاج نستعمل القضاء في هذه المرحلة